معروفة أمي إنها أشطر وحدة بتعمل فطاير سبانخ بكل الحارة. قلت لها شو رأيك نصور هالوصفة اليوم، وطبعا ماما ما ردت لي طلبي، وعملنا فطاير حورانية بكشك وبندورة ولحمة، وفطاير السبانخ يلي بتاخد العقل. وقالت لي أمي هي الطريقة أفضل طريقة للسبانخ، بينما في كتير وصفات متنوعة ويرجع الموضوع اختياري. ممكن تلاقوا من هي السبانخ العربية بمحلات العرب، أو إذا توفر بيبي سبانخ كمان ما بيأثر، بس شوي طريقته بتختلف لأنه هاد بيحمل مثلا رش ملح أكتر أو سلق أو طبخ أكتر، بينما البيبي سبانخ المتوفر بمحلات الألمان على السريع بيستوي. ووصتني أمي خبركم إذا كان عندكم عزيمة أو حابين تعملوا تحضيرات مسبقة فيكم تعملوا السبانخ ويضل بالبراد 3 أيام قبل الأكلة. بهالطريقة هاي ما بيصير له شيء. بعد ما غسلناه كتير منيح، غسلته أمي الله يعطيها العافية، وقطعناه بهالشكل هاد، رشت عليه كمية وفيرة من الملح. ما تاكلوا هم الملح إنه تحسوه كتير، هلا شوي أنا حاسته كتير هلا بالفيديو، بينما هو على الواقع ما كان كتير. وبلشت أمي تدعك فيه بالملح. ممكن تتركوه نص ساعة حتى يطالع العصارة أو المي لحاله، أو ممكن تعملوا هي الطريقة بتعصروه بهالشكل هذا لتطلع كل المية اللي بقلبه. كمان طريقة تانية أنا بعرفها إنه بيحطوا عليه مثلا مي سخنة كمان بيعصروه. كل الطرق أكيد سليمة، لكن أنا عم بحكي لكم على الطريقة اللي نحن بنتبعها، الطريقة اليدوية، إنه بتعصرن أمي بالملح، بس عصرتهم بالملح بتنشفهم كتير منيح على شكل كرات، تعصير كمان بإيديها، وبتتركن على طول. اللي ما بيحب السبانخ يجرب هالطريقة هاي، رح تغرموا بأكلة السبانخ، إن كان بعجين أو ممكن كمان في وصفات تانية تبع السبانخ والرز. هي أنا أكل كتير مفضلة عندي، شي يوم إن شاء الله بدي شارككم الوصفة. بعد ما شفتوا عصرتهم أمي، هلأ بهالمرحلة هي فيكم تتركوهم بالبراد مثلا لتاني يوم ثالث يوم. بينما بس بلشنا بدنا نعمل الطبخة بنفس النهار، حطت أمي كمية وفيرة من زيت الزيتون وبصل كمية حلوة شوي. طبعا البصل بيجيب طعمتها. في ناس بتحطوا ني فقط بتدبلوا ملح وفلفل، بس نحن لا، بنحب نقليه بزيت الزيتون مع رشة ملح وفلفل أسود. حطينا البصل والزيت فوق السبانخ المعصور جاهز، ومعلقة دبس فليفل اختياري بس تعطي طعم طيبة، والكثير الكثير من السماق. يعني قد ما فيكم كتروا سماق انتوا الكسبانين، وشوية عصير ليمون. واللي بيحب يضيف رمان كمان ما بيأثر، الرمان بيجيب طعمة السبانخ. ورشة جوز اختياري في حال حبيته، بس نحن لا ما حطيناهن. أنا عم بعطيكم الخيارات الأخرى. بتخلطون كتير منيح، وبتكون كتروا عليهم شوية زيت زيتون لتصير معكم السبانخ عم تلمع لمع. يعني كل ما كترتوا شوي زيت بيطلع أطيب، بتطلع السبانخ هيك منغنغة وعم تلمع. وبالنسبة للعجين محضرينه مسبقا، ما فيه أي مواد زيادة. كيلو طحين ومعلقتين سكر ومعلقة صغيرة ملح وبظرف خميرة، والمية تكون دافية، لا سخنة كتير ولا باردة مشان الخميرة تتفاعل، لأن الخميرة بتموت. لازم يكون الجو مناسب حتى تتفاعل وتختمر معنا. وحبة البركة اختياري على ذوقكم. بعد ما عجننا ما شاء الله العجينة يعطيها العافية أمي، وشفتوا هيك اختمرت شغلة ساعة. شكلتهم كرات بنفس الحجم، لازم يكونوا بنفس الحجم لأنه رح نحط طبقة أولى وطبقة تانية، فلازم تكون الفطيرة بنفس الحجم. نتركهم يرتاحوا كمان شغلة 10 دقائق، كل ما ارتاح أكتر كل ما عطانا نتيجة أفضل وفرد معكم أسرع. طبعا أمي قالت لي خبز الكارة مو شطارة، يعني إنه بمعنى اللي بتشتغل على الكارة ما أنا شطورة، لكن أنا بقولكم لا، خبز الكارة شطارة. بعد ما فردتهم بهالشكل هذا وحطت الحشوة، رجعت طبقتهم بعجينة تانية وشكلتهم بهالشكل هذا. وأول ما يطلعوا على الصاج سخنين بندهنهم بزيت زيتون، كونوا كرمة بزيت الزيتون لأنه بيجيب طعمة الفطاير. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوني من اللايك واعملوا سيف وشير للوصفة، واكتبوا لي بالكومنتات إذا حابين أكلات معينة صوروا لكم إياها على طريقة الماما. سلام.